جامدين جدا، وحتى اللي مش اهلاويه اكيد لما يشوفوا القناه دلوقتي بيتعصبوا لان احنا خدنا البطوله في ظل الظروف الصعبه. خدنا البطوله، مش دوري. أيوة. خدناها. طيب خلي بالك عشان احنا دايما عندنا نجم كبير بيقدم، احنا طبعا عارف احنا بنحاول نستقطبه كده من الفرقه، سعد سمير طبعا. ودايما هو صاحب المواقف الجامده قوي، فانا طبعا اخترته النهارده ان هو يشارك لان هو فنان، خلي بالك. لا ما انا عارف لا انت بجد فنان وناوي يعني يغني، بس ربنا يستر. سعد بيغني كويس جدا. سعد عمل فيلم، بس لو نفتكر في فيلم ما اعرفش لسه تفتكره ولا لا. المهم يعني سعد بيمثل كمان. سعد سعد مش هقول لك تقول ايه لاحمد فهمي، انا عايزك يعني انت عارف انا اقول لك هو انا قلت له جوه اول حاجه البدله كانت شياكه قوي. لا انا عايزك تمسك كده بس التكريم والشغل ده. التكريم بنهديه للاستاذ احمد طبعا، ده اللي احنا خدناه النهارده اللي انت قدمتنا فيه. فطبعا احنا كنا سعداء النهارده ان انت كنت موجود معانا في الحفله. حبيبي والله، استنى ان احنا رجعنا ايام عرب ايدول وكده. ايوه لا نخش بقى نرجع بقى. بس انا عايز اقول والله العظيم يا سعد، انتوا رجاله ولاعيبه رجاله، وفي ظل الظروف الصعبه اللي احنا عايشينها دي مفيش دوري، ظروف سياسيه زي الزفت، بس مع ذلك يعني الحمد لله البطوله اللي خدناها كاس العالم للانديه، وهنعملها بقى، هنعملها هناك ولا ايه؟ انت متفائل؟ والله متفائل بجد والله. حاجه يعني الدور عليك انت وائل ونجيب طبعا، ويعني كل الحته بتاعت الدفاع دي، لان انت عندهم لعيب مهاجم سريع برازيلي. انت شايف المفروض انا العب؟ طبعا لازم تلعب. والله بيفهم مدرب. اختلاف بقى النهارده عن الحفله دي والبرنامج وكده عرب ايدول. لا في اختلاف هنا، في روح، في النادي الاهلي يعني. وطب اقول لك على حاجه، انا النظر هناك بتاعي احلى شويه، بس عايز اقول لك على حاجه، انا وحياه ربنا ما بعملها لحد، بس هم اول لما كلموني جوينا قالوا لي ان هو ده للنادي الاهلي، انا جيت في لحظه يعني خلاص انا موجود. احنا بنقرا البرنامج بتاع الحفله ولقينا اسم حضرتك موجود، فكلنا كنا سعداء جدا والله، واتبسطنا ان حضرتك. انا رحت جايب البدله الجميله. البدله دي من مصر ومن بره؟ لا من لبنان. حبيبي يا سعد، عايز اشكر بجد كل الناس اللي بتشجع النادي الاهلي، وعايز اقول النادي الاهلي فوق الجميع. بس احنا بنشكرك جدا وكنا سعداء ان انت موجود معانا. عايز اسال احمد انت الكلمه واضح اللي انت بتقولها من قلبك بجد، عايزين نتكلم بجد لان الموضوع مصري اكتر، يعني خلينا نخرج حتى من بره اطار الاهلي. مصر كلها هي اللي كانت بتشجع النادي الاهلي، كنا محتاجين فرحه جت في توقيت انت كفنان بتحسه. انا عايزك تتكلم في ده، حتى انت النهارده وانت بتقول الكلمه بتاعتك انا مش حاسس انك انت محضرها، مش حاسس ان انت كاتبها، واعتقد ده كان باين قوي. يعني انا عايز اقول لك ان انا ما عملتش سكريبت، يعني انا طلعت اتكلمت زي ما انا حاسس كده، يعني فاهم، لان يعني بص عايز اقول لك ان اللحظه دي اللي احنا محتاجينها فعلا. يعني انا مش عايز اتكلم عن المشكله بتاعت كاس العالم وكده، بس في النهايه حتى على مستوى مصر بالظبط. يعني يمكن انا قلتها حتى على المسرح، قلت الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا في مصر بس على كل الاصعده وكل المجالات هو النادي الاهلي، وبتجمعنا يا احمد خلي بالك. يعني بعيدا عن اي مجالات الفن والرياضه، يعني بمنتهى الامانه مش عايزين نقول ما لهمش انتماءات، فده ليها دور كبير، يعني دور كبير بالنسبه للرياضه بشكل عام والاهلي والفن. وانت النهارده كنت منورنا. هو النادي الاهلي بيفرحنا، النادي الاهلي ومحمد صلاح. صح والله، محمد صلاح برضه، محمد صلاح شفت الجون بتاع تشيلسي؟ ايه ده، ايه الحلاوه دي. نبعت له بقى حاجه كده. طب عايز ابعت لمحمد صلاح طبعا، حبيب قلبي، يعني انا بتفرج على الدوري السويسري عشانه هو، ومشرفنا طبعا مليون في المية. يعني سبرنت اللي عمله ده ورا الكوره، ومستحيل حد يعني ميسي بس بيعرف يعمله، فيعني دي حاجه. هو كان بايت معايا قبل الماتش والله، عشان كده ربنا كرمه. لا والله دي بقت عندي في البيت. شفت بقى، فهمتوا يا جماعه، فهمتوا السر في سعد سمير. احنا بنشكر حضرتك جدا وكنا سعداء بحضرتك النهارده، وبنتمنى ان احنا نشوفك على طول متالق كده على طول. ربنا يخليك يا استاذ. ربنا يخليك. شكرا استاذ عماد. لا استنى، انا عايز اكمل معاك، مش عايز اسيب سعد. انا عارف انت عملت مجهود معانا كبير جدا، امسك بس الحاجه بتاعتك كده عشان ما تجيش تقول لي ان انا خدت. استنى انت عامل قلق. عايزك ثانيه واحده بس. طيب تعالى والله. طيب خلينا ننادي على تريزيجيه. انا عارف انه النص الثاني بتاعك هنتكلم بجد، انت بتموت فيه، وهو لعيب انا بحترمه وبحبه وبقدره، وعارف ان هو هيبقى لعيب كبير قوي ومن اللعيبه الرجاله. مش عشان تريزيجيه موجود، خلينا بجد يا جماعه نقول انه لعيب ملتزم جدا، مؤدب جدا. انا عارف ان هو عنده امكانيات كبيره جدا، ان شاء الله لما يتواجد بشكل حتى اساسي هيكون له دور كبير. كلمنا عن تريزيجيه اكتر بس بجد بقى. لا بجد، هو طبعا مرعوب دلوقتي وخايف ان انا ما اتكلمش بجد. انا عارف لكن هو طبعا يعني من الناس اللي هتبقى نجوم النادي الاهلي الفتره الجايه. انا يعني الناس كلها عارفه جوه النادي كده، والكابتن محمد يوسف عارف كده، والجهاز الفني على طول بيكلمه وبيشيد بيه وبيقعد يتكلم معاه لان هو بيحبه جدا. فبتمنى له التوفيق ان شاء الله مع الفرقه، لان هو يبقى، انا بقول لك من وجهه نظري، يبقى نجم كبير من نجوم النادي الاهلي. ده في حاله ان هو لو ما سافرش، يعني لو ما سافرش بره مصر ان شاء الله لازم يسافر الفتره الجايه. عندنا مشاكل في القناه ما سافرش. لا يعني لازم ان شاء الله. اخبار دلوقتي وتضيع لنا الدنيا، المواقع بتشتغل. انا قصدي لو جاله عرض كويس يعني لا لازم يخرج، لان هو امكانياته تاهله ان هو يلعب. يحتاجه، خلينا نسمعها منه لو الاهلي يحتاجك.
طبعا ربنا يكرم ان شاء الله ويحترف. نفسك تحترف؟ طب لو جاله نادي كبير في انجلترا؟ اهو رد انت. انا بسالك لو جاله. لا ايه. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، في ظل توقف النشاط والامور تبقى صعبه، حتى كابتن سيد عبد الحفيظ قال لي بمنتهى الامانه لما كنت بكلمه على احتراف احمد فتحي انه عايز يحترف، قال لي ان مع توقف النشاط الامور تبقى صعبه، شيء طبيعي، اللعيب يطلع اعاره يطلع بيع يعني الكابتن سيد الاهلي احتاجه، اعتقد الكابتن سيد والناس المسؤوله بصراحه يعني لو اي حد بيجي له عرض كويس الناس ما بتاخرش وبيتعاملوا معاك بشكل كويس، لان هو في الاول وفي الاخر بيبص على مصلحتك ومصلحه النادي برده. لكن اكيد يا عماد احنا في اي ظرف من الظروف او اي حاله احنا اولاد النادي الاهلي وفي اي مكان يعني انا معايا 2 من ولاد النادي من الناشئين. طريقتكم وعرضكم مع النادي او العروض اللي بتقدم لكم من النادي او بتيجي من بره، انتوا الاثنين فكركم من اللعيبه عشان ولاد النادي بتبقى مختلفه. طبعا بتبقى مختلفه، وبعدين هم بصراحه يعني بيبقى في تعامل مختلف احنا معانا شويه مع الكابتن سيد والكابتن هادي والناس المسؤوله، لان انت بتبقى مكسوف يعني التعامل بتمضي على طول. بتبقى مكسوف ما بتقدرش تتكلم يعني بتبقى مكسوف، فحتى احنا لما بنيجي نطلب اي حاجه بيبقى في مكسوفين شويه. لكن طبعا هم في الاول وفي الاخر يعني الكابتن سيد سنه قريب من سننا، فاخونا الكبير او الكابتن هادي فبيبقى على طول لو في اي حاجه بيفكروا معانا والقرار الامثل بياخدوه يعني. اتكلم على سعد طبعا بعيد طبعا عن الهزار والحاجات اللي هو بيعمله طبعا يعني والله بجد هو مش عشان هو واقف، لعيب محترم جدا ومؤدب جدا وشخصيه محترمه يعني دي الحاجات دي بره الكوره، ما جوه الكوره راجل في التمرين وفي ماتشات وديه ماتشات رسميه بينزل بيأدي بشكل كويس، وكان جاي له عروض احتراف كتير بس هو يعني ما قافلها عشان النادي وكده وربنا. عروض احتراف فنيه ولا كوره؟ لا كان جاي خلي بالك بيجي له فني والله. لا مش فاكر الفني ده انا بيجي فني صدقني. بيجي ولا ما بيجيش؟ انا هو على طول مع بعض. بيجي ولا ما بيجيش؟ بيجي طبعا، وطبعا ربنا يكرمه باذن الله في حياته ويتجوز كده باذن الله وربنا يكرمه. انت سخنت اهدى. كمل الكلام. ربنا يكرمه باذن الله ويبقى حاجه كبيره. بالكلمتين دول قوي. طبعا حاجه ست طبعا ست زي امي طبعا على طول معانا يعني بتجيب لنا اكل على طول. انا هو قاعدين في شقه واحده وحسين السيد بيجيب لنا اكل على طول ولبن وفطير وحاجات كده يعني بتغذينا عشان هو لما بيسخن بيسرح. طيب خلاص خلينا نتكلم في حفله النهارده. جوهينة عامله لكم حفله كانت في منتهى الروعه بتليق بيكو كنجوم في النادي الاهلي. كلموني على الحفله بس خلينا نبدا مع تريزيجيه. طبعا الحمد لله طبعا على البطوله الثامنه لينا جوهينة بقى 15 سنه معانا طبعا. الحمد لله يعني على التكريم اللي هم عملوه لنا السنه اللي فاتت والسنه دي، بنشكرهم طبعا على بنشكرهم طبعا على الحفله الجميله دي السنه اللي فاتت والسنه دي، وان شاء الله السنه الجايه باذن الله كمان هنفرحهم ونعمل لنا حفله احسن من دي باذن الله ان شاء الله. انا عايزك تركز على الشيكتو بس عشان هو لسه شاري الطقم متشيك. انا عايز اعرف حاجه، القميصين شبه بعض ولا ايه؟ مستلمينهم منين؟ ده بجد نفس القماشه؟ لا هو كان متشيك وجايب. لا ايه نفس القماشه والله؟ لا مش نفس القماشه، لا مختلفه شويه. اعلان كده، ده اسمه اعلان. طيب خلينا نتكلم في حفله النهارده، حفله فعلا تليق بيك وسعد. والله احنا كنا سعداء جدا النهارده، وخصوصا الكابتن تريزيجيه لان هو من الناس اللي موجوده مع شركه جوهينة، من الناس اللي شركه جوهينة بترعاهم طبعا. وجاب لنا عربيه مخصوص لحد الفندق هنا. لما مضت مع النادي الاهلي كان هو عنده كام سنه؟ كان هو لسه ما اتولدش. عن 3 سنين. كان عنده 3 سنين؟ 3 سنين. فطبعا اجيال ورا اجيال بتسلم بعضها وكده. والنهارده شوف الكراتين دي لو هناخد حاجه. والنهارده اكيد كنا سعداء طبعا. النهارده بتبقى والله يا عماد بجد بتبقى حاجه بتزيدك شرف لما تكون موجود، بتشوف تاريخ النادي وبتشوف اللعيبه اللي حققت بطولات للنادي والكباتن الكبار. النهارده موجود زي كابتن وائل جمعه، راجل